جواهم شحنه كبيره قوي. بتهدي شحنتك ازاي؟ انا عايز العب، عايز ابقى متواجد، عايز عندي دوافع كتير قوي. بكلم نفسي ازاي عشان ان انا اتاقلم مع الوضع اللي انا فيه؟ انا زي ما قلت لك برضو في الاول، انا جاي وعارف ان انا مش مستعجل والكلام ده كله. فعلى طول يعني انت بيبقى باين قبل مثلا الماتش داخل عليك، باين انت هيبقى ليك دور او مش هيبقى ليك. فانا في اول فتره جيت فيها كنت متواجد مع الفرقه في مباراه المقاولين او مباراه دجله، وكنت قريب جدا من المشاركه. والكابتن حسام كان اتكلم وكان قال ان بركات كان هيشارك بس ظروف الماتش. فهو شايف يعني هو انت ما دام وصل لك من المدرب ان هو واثق فيك وانت قريب فخلاص. فانت بقى حته بقى ان انت هتتضايق او كده مش هتبقى موجوده، لان انت سمعت منه ومن كلامه وطريقته معاك ان هو خلاص يعني هي قريبه. فما دام هي قريبه خلاص، فانت واثق ان في اقرب فرصه هو شايفها مناسبه ليك انت هتبقى موجود. تطلع من التمرين يا عمرو راضي عن نفسك، راضي عن ادائك، ولا تبقى عندك برضه لعب الماتش مش هو لعب التمرين، بقى عندي شحنه بفرغها كلها في التمرين، ولا بيبقى برضه محتاج ان انا عايز اخد حاجه رسميه؟ ما هو انت بتحاول تأقلم نفسك برضه على الوضع. انت الظروف بالظبط، انت بتحاول تأقلم نفسك على الوضع ان انت في ظروف معينه، جت ماتش افريقيا، جت فانت حتى ما فيش فرصه ان يبقى في مباراه وديه حتى كتير. فانت بتحاول تأقلم نفسك بقى، سواء انت بتزود مثلا بس بطريقه معينه تحت اشراف الناس اللي موجوده في الجهاز اللي هم بتوع التأهيل. لما انت بتقول له انا عايز ازود مثلا حاجه معينه، انا حاسس ان انا بتمرن قليل، الكلام ده كله. فالواحد بيحاول ان هو يبقى جاهز عشان لما تبقى فيه فرصه زي ماتش ودي زي بكره، الواحد ان شاء الله يبقى جاهز ويأدي فيه بشكل كويس، ان هو ما يبقاش بعيد عن الفرقه وان هو يبقى قريب في الصوره، يدخل على طول ويبقى جاهز ان لما يجي له فرصه ان شاء الله في ماتش زي ماتش الداخليه ان شاء الله اللي هو جاي يبقى جاهز ان شاء الله. ان شاء الله تجيلك الفرصه. على فكره يا جماعه، عشان ممكن الناس يقولوا احنا مصورين عمرو بيته من هنا من المدينه مفيش 10 دقائق بالظبط، وانا مش هطول عليك برضو عشان الناس ما تقولش انت مسهر يا كابتن وعنده ماتش بكره. كلمت حد، احمد الشيخ كلمته قبل ما تيجي الاهلي، قلت له اجواء اخدت رايه في حاجه، استشرت حد؟ لا، هو احمد الشيخ طبعا كان معايا في المقصه فتره كبيره واحنا اصحاب فكان الحوار بينا عادي يعني اصدقاء عادي. لكن هو ميدو جابر اللي يعني قريب مني اكتر من احمد الشيخ شويه، بحكم ان احنا خدنا فتره اكتر نلعب مع بعض السنه اللي فاتت، وكان في بينا مواقف كتير في الملعب وبره الملعب وكده. فهو ده كان اكتر واحد انا كنت بكلمه يعني. فالاجواء كلها هو كان بيحكي لي اجواء جميله وحلوه، وهو كان انا كنت سعيد جدا ان انا داخل على الفرقه هو موجود، وهو كان سعيد جدا ان انا جاي. ان انت برضو تبقى حاجه حلوه ان انت طبعا حد تبقى بالظبط حد من زمايلك بالظبط. وبعدين كمان اللي كان فيه برضو حسين السيد ده انا متربي معاه في الاهلي، هو كان معايا في الناشئين الاهلي. احمد حجازي كان في منتخب براعم معايا من زمان، فلعيبه انا كنت متربي معاهم. فالحاجات دي فرقت معايا جامد قوي في الفرقه. ومؤمن زكريا كان معايا في الاهلي برضو في الناشئين، لعيبه كتير قوي دخلت عارفهم من قبل كده. فالحاجات دي فرقت معاك جوه وانسجمت على طول في وسط اللعيبه، واللعيبه الكبيره اللعيبه كلها محترمه وواقفه جنبك. فالحاجات دي كلها فرقت معايا. يعني يا عموره قول لي طموحاتك. انا عارف اللعيب، انا عارف الشخصيه اللي بقعد اتكلم معاها، يعني الحمد لله يعني وصلت لشخصيتك شويه. الشخصيه دي بقى طموحها ملوش سقف. والله انا بالنسبه لطموحي طبعا، بالنسبه لواحد شاف بره وشاف الدنيا بره، فاكيد انا عايز اطلع بره تاني. بس انا بفكر خطوه بخطوه. يعني انا بفكر دلوقتي رقم واحد ان انا اتمرن واجتهد عشان يبقى ليا دور ومكان في الفرقه، واعمل حاجه في الفرقه وابقى يعني قد الفرصه ان شاء الله اللي هتجيلي. بعد كده الخطوه اللي بعديها اللي اوريدي يعني هتيجي باذن الله، اللي هي خطوه ان شاء الله المنتخب. المنتخب ده لما تروح ان شاء الله وتثبت نفسك، اكيد طبيعي هيجي لك بقى ايه؟ احتراف. ان شاء الله. فخطوه خطوه، فانا واخدها ان شاء الله تركيزي مع الفرقه ان شاء الله، وبعد كده كل حاجه تيجي بعد كده. يعني يا عمرو مش عارف اقول لك ايه بصراحه. انت نورتني النهارده حبيبي يا كابتن، الله يخليك. ويعني الناس مش عايز اقول لك يعني برضو مبسوطه بيك قد ايه، ونفسها ان انت تبقى موجود معانا كل فتره. طمن عليك. نورتني وشرفتني، وان شاء الله ربنا يديلك كل اللي انت عايزه، وان شاء الله باجتهادك وطموحك
هتبقى اساسي وهتروح منتخب مصر وان شاء الله تخوض تجربه احتراف ناجحه جدا ان شاء الله باذن الله باذن الله. عايز الله. تقول حاجه قبل؟ لا انا حاجة مبسوط جدا، لجمهورك؟ مبسوط جدا ان انا كنت متواجد معاك النهارده يا كابتن. يعني حضرتك من النجوم الكبيره في الكوره الواحد كان بيحب يتفرج عليها يعني قبل ما حضرتك ربنا يخليك تبقى في المجال ده يعني. بس انا مبسوط جدا ان انا كنت متواجد مع حضرتك النهارده وانا عايز بس اقول للجماهير ان شاء الله اللي هم على طول. انا بشوف في ناس بتبقى بتكتب مثلا ان هي مستنيه تشوف عمرو، مستعجله، الكلام ده كله. هو ليه حق طبعا ان هو عايز يشوف حد هو شافه قبل كده في فرقه وكان مكسر الدنيا وكان شغال بشكل كويس، فعايز يشوفه في الفرقه اللي هو بيشجعها دلوقتي وهو مستعجل. اي حد مكانه هيبقى مستعجل برده. بس انا عايز اقول له انه في فرص وفي اوقات هو ربنا قبل كل شيء بيبقى كاتب الوقت اللي الواحد هيلعب فيه. تاني حاجه لما هتلعب هتعمل ايه؟ يعني اهم حاجه مش الاستعجال ان انا العب، اهم حاجه ان الناس ان شاء الله باذن الله الملعب تشوفني بالشكل اللي هم متعودين عليا، بالشكل ان شاء الله اللي انا ابقى راضي عن نفسي فيه، بالمستوى ان شاء الله اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق باللعيب اللي هو يبقى لعيب نادي اهلي ان شاء الله باذن الله، يقدم مستوى متميز، يلعب على بطولات، يبقى عنده شخصيه النادي الاهلي. فهو ده ان شاء الله باذن الله الواحد بيربي نفسه عليه وبيعلم نفسه عشان لما يبدا ان شاء الله يبدا ان يكون قد التيشيرت ان شاء الله باذن الله اللي هو لابسه في الملعب باذن الله. ان شاء الله انت قدها وقدود. ان شاء الله باذن كلام محترم جدا وشرفتنا يا عمرو. شكرا جدا ليك. شكرا لك. يعني كان معايا نجمين كبار النهارده، الشناوي والنجم الكبير عمرو بركات. هو ده دورنا بصراحه، ان احنا بندعم اللعيبه اللي هي محتاجه دعم، محتاجه سنده، محتاجه ان نقف في ظهرها، مش محتاجين ان احنا نكسرهم، مش محتاجين نجوم بتلعب دلوقتي نجيبها وبتلعب، فمش لازم مش ضروري قوي ان احنا نساندهم طالما رجليهم في الملعب، لكن احنا بنساند او انا بدور على اللعيب اللي هو محتاج مسانده، محتاج زقه، محتاج دفعه. ان شاء الله عليهم كلهم طموح، حاجه تفرح. نفس الكلام من شخصيتين مختلفين تماما، لكن نفس الكلام، نفس الاصرار، نفس الطموح، ما عندوش مشكله خالص. الاهلي كيان والاهلي بندافع عنه. عمرو بيقول اهم حاجه مش لازم العب، انا اهم حاجه لما العب هكون عامل ازاي، هكون عند حسن ظن الجميع، هكون على قلبي حمل تقيل قوي ان انا اعمله عشان ارضي الجماهير، هكون شايل تيشيرت النادي الاهلي، لازم اكون قده، وان شاء الله هيكونوا كل نجومنا في النادي الاهلي. انتوا قد المسؤوليه، وراكم جماهير كبيره، جماهير اصيله دايما واقفه ورا النادي الاهلي. شرفتوني ونورتوني، في رعايه الله وامني وحفظه. تصبحوا على الف خير.